أتاكم خطنا حبا وودا نطرزه بأنواع الود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، مرحبا بكم في قناة مملكة أنوار الصالحين مع أخوكم الشيخ المغربي. وأتمنى من الله أن يكون كل شيء بخير، وأتمنى من الله أن يشفي كل مريض ويرزق كل فقير ويضاعف الأرزاق لكل غني. لما لا ندعي مع الكل، مع الفقير وندعي مع الغني. وأتمنى لكم التيسير والتوفيق. إخواني الكرام، اليوم سر من الأسرار الربانية، وهي قضاء الحوائج من أقوى خدام مسلمين في خدمتك بإذن الله. وهذا السر يا إخواني الكرام فهو سر عظيم، وإذا طبقته كما سوف نشرح لك فإنه سوف ترى ما يسرك بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا السر يا إخواني الكرام كما قلت لك، إذا طبقته كما سوف نشرح لك فبإذن الله سبحانه وتعالى سوف يخدمونك خدام من القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى أقوياء على حاجاتك. كيفما كانت هذه الحاجة، يعني إذا كانت قضاء حاجة أو جلب مال أو كذا أو كذا، ما عليك سوى أن تعمل بهذا السر، وسوف نشرح لك حتى تفهم ماذا نقصد. قبل أن نبدأ كما تعودنا إخواني الكرام، صلوا على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا معلم موسى علمنا، ويا فاهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتينا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم اجعل ألسنتنا عاملة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إخواني الكرام، أولا سوف نجلب ورقة مثل هذه صغيرة. ثم نكتب عليها بأي قلم كان، يعني إذ لم تجد حبر روحاني اكتب عليها بأي قلم كان، لأن الكثير سوف يسأل. أول شيء سوف نكتب عليها يا إخواني الكرام، وهذا يكون بالليل، يعني بعد أن تريد أن تنام، يعني مباشرة عندما سوف تنتهي من هذا العمل سوف تذهب لتنام. آسف يا إخواني الكرام، يجب أن تعملها مباشرة عندما تريد أن تنام. تكتب هذه الورقة، وسوف نشرح لك ماذا سوف تفعل بها بإذن الله، وماذا سوف تقول بإذن الله سبحانه. وهذا العمل يا إخواني الكرام فهو عمل عظيم بإذن الله. أولا، لكي لا أطيل عليكم، نكتب هنا اسمك واسم والدتك. هنا أول شيء تكتب اسمك واسم الوالدة، هذا أول شيء، اسمك واسم الوالدة. ومباشرة تقول إلى، يعني فلان ابن فلانة، إلى عباد الله الصالحين. وهذه الفائدة يا إخواني الكرام تجدونها فقط في قناة مملكة أنوار الصالحين على اليوتيوب فقط، ليس في أي مكان آخر. قناة مملكة أنوار الصالحين على اليوتيوب. إلى عباد الله الصالحين ليصلحوا حالي ويعملوا على تيسير أموري وقضاء الحاجات، التي استعصيت على عبد الله. كذلك نكتب اسمك في الآخر، فلان ابن
ابن فلان هذا ما سوف يكتب يا إخواني الكرام. وعندما سوف يكتب يجب مباشرة نصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، نكتبه ثم ننهض ونصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، ثم مباشرة تضع هذه الورقة في المصحف، هذه الورقة تضعها في المصحف، هذه الورقة تضعها في المصحف وتضعها في الصفحة، يعني سورة الواقعة الأولى، ثم تنام. وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف ترى منام بأنهم يحضروا لك، وإذا حضروا لك أو لاحظت إشارة فتأكد يا إخواني الكرام كل فوائدك، يعني كل أي شيء تريد قضاء حاجة، المال، يعني في عمل، في زواج، في كذا في كذا، سوف يساعدونك بإذن الله. وهذا العمل إن لم يصدق معك اليوم الأول تكرره 3 أيام. أتمنى لكم التوفيق والتيسير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.